الكرة الوطنية وبلادنا ستحظى بشرف تنظيم مجموعة من التظاهرات، أولاها إن شاء الله سنة 25 بتنظيم كأس أفريقيا للأمم التي تعود إلى بلادنا منذ سنة 1988. والمسؤولية هنا مزدوجة. أولا، علينا أن نبرهن للعالم أننا قادرون على تنظيم كأس العالم، وثانيا على أننا سننظم أحسن كأس أفريقيا عرفتها القارة السمراء منذ بداية هذه التظاهرة. ستعرف تنظيم العديد من الملتقيات نعرف البعض منها اليوم، وسنتعرف على الشيء الآخر في الأشهر المقبلة بحول الله. سننظم كأس أفريقيا للأمم في 2025 بإجماع القارة الأفريقية إجماعا، رغم ما يروج له من أكاذيب من بعض الذين امتلأت نفوسهم بالحقد والمرض. وهذه مناسبة نتمنى لأولئك الذين ينتمون إلى أسرتكم الكبيرة بالشفاء العاجل، شفاهم الله من مرضهم وجعل ذكاءهم في خدمة الإعلام الرياضي وتطور كرة القدم والرياضة بصفة عامة، وتطور أهدافها وأخلاقها خدمة للمجتمع الدولي. وتعرفون أيضا بأن مجهودات الأعداء الذين تمنيت لهم الشفاء العاجل لم يدخروا أي جهد في تبخيس عمل المملكة المغربية وعمل المؤسسات المغربية وعمل الشعب المغربي. أولا في تطوير إمكانياته الذاتية، ولكن أيضا خدمة لكرة القدم والرياضة الأفريقية والعالمية، ومساهمة منه كما ساهم في السابق وعبر التاريخ. وأعتقد أن الإرث التاريخي يشكل إحدى أسباب هذه الأمراض المزمنة التي أصبحت اليوم حادثا يوميا وقارا في تحليلات هؤلاء. قلت بأن علينا أن نكون نستحضر بأن الأعداء سيسخرون كل جهودهم، وعلينا أن نكون قادرين يقتدين كما كنتم دائما بطبيعة الحال في هذه المناسبة. وللختام ولا في الختام، تمنيت دائما وسأبقى أتمنى أن يكون الصحفيون الرياضيون والصحفيون المغاربة بشكل عام جبهة واحدة مشتملين لقوة واحدة في مؤسسة واحدة تستوعب الاختلاف، تستوعب التعدد، ولكن توحد جهودها وتظهر أكثر قوة عند تنفيذها للأهداف النبيلة لبلدنا. شكرا.